سلام البنات، صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في هاد لا نوفال فيديو. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا كامل بيان، ان شاء الله تكونوا كامل فرحانين ومهنيين وانتم تشوفوا في هاد لا فيديو. دونك اليوم نتلاقاو في فلوق جديد ونهار جديد. يعني حبيت نبارطاجي معكم نهار من نهاراتي كيفاش راني نجوز هاد لا بيريود. ولا هنا كيما راكم تشوفوا كنت نض الصباح، كانت الطبيبه يعني عطاتني دي زاناليز نديرهم، كنت رحت درتهم يعني ديت دراري. يعني هذه لا بيريود كانوا دراري مازالهم يقراو فيها، كانوا مازال ما داوش لي فاكونس اكزاكتومون سيتي لا ديرنيير سيمين تاع القرايه. دونك لهنا نض الصباح ديت الدراري يقراو ورحت انا درت لي زاناليز. يعني كيما يعني لي زاناليز تاع الحمل اللي يمدوهم في اول بدايه الحمل. كنت رحت درتهم ووليت، وكنت حسيت باللي بداتني شويه لا غريب. قلت حاجه مليحه نروح نشري شويه تيزانه ونجي ندير تيزانه سخونه، خاصه انه هذاك النهار كان البرد وكانت واحد الشتاء، كانت حبط درجه الحراره بزاف. كنت حسيت روحي بدات تجيني لا غريب. قلت روح ندير فيها تيزانه سخونه بالقارص والعسل. Alors j'ai préparé la tisane، حطيت الماء يغلي وجي رونجي لي كورس لي شريتهم. يعني كنت رحت درت كانوا خاصني شويه حوايج، شويه خضره شويه فايس هكذا في الدار، رحت شريتهم. فوالا جي رونجي شويه لي كورس. لهنا كنت كي خرجت الصباح كنت خليت الدنيا كيما راهي، يعني لافي ما كنتش غسلت لا فيسال تاع العشاء وما كنتش غسلت لا فيسال تاع القهوه. يعني فريمون هاد لا بيريود راهي جايتني عرقات، وكان نلقى نقعد لا جورني كامل راقده. دونك فريمون ما نجي نكمل العشاء تاع دراري ونحطهم يرقدوا حتى نكون انا ديجا كاو. الوغ لهنا انا كنت ما غسلتش لا فيسال تاع العشاء، اون بليس كان الماء ما كانش، دونك كانت مقعد ليش كاع الماء في الدار، ما كاش كيفاش نغسلهم. دونك خليتهم رحت صباح فريت شغالاتي. وكي وليت كنت يعني صورت لكم الكوزينه كيفاش كانت. اتاكيت غسلتهم، يعني سبقت بيهم غسلتهم هما الاولين اللي كيديتهم، مسحت لا فيسال ورجعتها بلاصتها ورحت بريباريت الفطور. يعني الفطور ما درتش حاجه كبيره، درت يوم تيت سوب ليا والدراري، شويه سالاد. اليوم هذا النهار سيتي ان ماردي، يعني الدراري يخرجوا فيها 12، دونك جاو 12 فطروا معايا. وهذه يعني كنت حابه نبارطاجي معكم لا جورني تاعي كيفاش جازت. انا راني في بدايه الحمل، يعني لو مازال ما يعني مانيش نحسلو بزاف، ما باش يجيني صعيب، ما عنديش هذاك القيا ولا لي نوزي ولا شويه لي نوزي، ماشي حاجه شويه عندي. باغ عندي الام في البطن وفي الظهر. طبيبه قالت لي ملي فيبروم اللي عندك، دونك كما قلت لكم في الفيديو السابق انه لي فيبروم الورم اللي عندي قالت لي يكبر في الحمل، يعني يحبس ما يكبرش في الاشهر الاخيره، يعني الشهر الثامن والشهر التاسع، باش الورم راح يحبس وما يزيدش يكبر يعني في الحجم. قالت لي هاد السطر راه يجيك من لي فيبروم، يعني سطر سوبورتابل، ماشي حاجه اللي ما نقدرش نوض على جالها ولا ما نقدرش نمارس يعني حياتي عاديه. سينو يعني في الوقت الحالي الوحم ما راهوش يجيني. الحاجه اللي متعبتني في هاد لا بيريود انه يعني لهنا قلت لكم باللي درت لي زاناليز وكانوا مازال، يعني اليوم اللي درتهم مازال ما خرجوليش. لهنا كراني ندير لكم المونتاج، يعني كانوا خرجوا لي زاناليز وعرفت النتيجه تاعهم وديتهم للطبيبه وعطاتني يعني الدواء واش لازم نشربه كامل. يعني لقيت بلي عندي لا تيرويد، ولا تيرويد هذه انا سي با لا بروميير فوا تجيني، ماشي اول مره. يعني في الحمل تاع وليدي الثاني اكتشفت اني عندي لا تيرويد. يعني كي درت هاد لي زاناليز خرجوا لي باللي لا تي سي اش تاعي كانت طالعه، ومن ثم عرفت باللي عندي لا تيرويد وليت نداوي عليها. يعني اوتوماتيكمون انا دركا مش في شك في كل حمل نلقى لا تيرويد تكون طالعه. وطبيبه قالت لي لازم في الاشهر الربعه الاولى من الحمل لازم نشرب الدواء اسمه ليفوتيروكس، يعني باش يعدل لي المستوى تاع لا تي اس اش. فوالا يعني كانت هذا لو سول بروبليم اللي لقيته في لي زاناليز. تاني كانت عندي شويه لانيمي انا كيما قلت، يعني كنت ذكرت هذا جا في القناه اني انا انسانه عندي انيميك دو ناتور، يعني من قبل الحمل عندي لانيمي ودائما نشرب دواء تاع لو فيغ
ودائما عندي بروبليم دانيمي. يعني البنات اللي عندكم بروبليم كيما انا في الانيمي قولوا لي رحم بابكم واش راكم ديروا، يعني واش الحاجه اللي تاكلوها باش تطلع لكم الانيمي. كليت نشرب لو جو دو بيتراف، يعني لو جو دو بيتراف انا نحتمو ما نحبوش، مي نشربو على جال الانيمي. نشرب لو فير بصح دائما يعني يسوفي باك نحبس دواء كون تعاود تولي لي لانيمي. انا شو ان بيرسون اللي ما عنديش لابيتي، يعني ما ناكلش بزاف. الوزن تاعي درك قبل الحمل راني نوزن كي كنت قبل الحمل كنت نوزن 57 كيلو، المتر و70، يعني ناقصه في لو بوا. دوكا كي راني بالحمل راني بديت نزيد في انا بديت نزيد في الوزن. يعني هذا حاجه طبيعيه بارابور للحمل، لكن يعني باش نقول لكم بلي انا انسانه ما عنديش لابيتي، ما نحبش ناكل بزاف. نقدر نجوز نهار كومبلي يعني ناكل غير القهوه تاع نشرب غير القهوه تاع الصباح حتى العشيه باش نتعشى وخلاص. فهاد لا بيريود اني نحاول نحسن من نوعيه الاكل تاعي ومن من الكميات اللي ناكلها في النهار، يعني هكا باش نعاون روحي ونعاون الجنين انه ينمو يعني بطريقه سليمه. هذه هي. دونك لهنا كنت بارطاجيت معاكم كي غسلت لافيسيل، نقيت الكوزينه، خملت كاع الماعن في البوفيه، ورحت وجدت الفطور. كنت ما صورتش معاكم الفطور، حطيت كليت فطرت بيان. يعني حبيت ناكل شويه بروتين، لا سوب يعني خضر وفواكه وشويه تمر، وشربت هذيك لاتيزان بالقارص. لهنا كنت وريت لكم اني درت التيزانه بهذوك قشور القارص اللي كنا حضرناهم في فيديو سابق تاع عولة رمضان تاع عولة الشتاء. هذوك القشور اللي كنت نحيتهم من القارص كي خبيته لهنا جبتو درت به لاتيزان. دونك فطرت بيان ورحت درت اون بتيت سياست، يعني جو مسوي روبوزي. ومن بعد قلت لاشياء واش ندير لهم، حبيت ندير لهم حاجه خفيفه يعني عشاء خفيف. وش درت لهنا كانت عندي كميه تاع بطاطا كنت قطعتها هكذا بالطول شويه خشينه، حطيتها في مقله، درت لها شويه زيت وهكذا قعدت كل دقيقه يعني كل 2 دقائق ولا نجي نقلبها نحركها هكا بالمغرف ونغطي عليها ونزيد نخليها. كي نشوفها بدا يدخل لها طياب يعني ما راهيش طايبه، نشوفها بلي بدا يدخل لها طياب نحيها نحطها في طبسي. وفي هذيك المقله نقطع، كان عندي نص صدر تاع الدجاج قطعته قطع وزدت حطيته في هذيك المقله وخليته يتقلى مليح. يعني لهنا النار دائما تكون عاليه باش يعني البطاطا ما تحرحرش والدجاج تاعكم ما يطلقش الماء. يعني كي نشوفوا طاب نزيد نرجع عليه هذيك البطاطا اللي طيبتها مع الاول، وزدت 2 حبات طماطم كنت رحيتهم، 2 حبات كبار كنت رحيتهم، وزوج سنينات تاع توم، شويه ملح وشويه فلفل كحل وشويه عكري. خلطها كامل هاد المقادير مع بعض وزدت غطيت عليها وخليتها تكمل طيابها. يعني خلي هذيك الطوماطيش مع البطاطا يندمجوا مليح وطيب لي ويك البطاطا تكمل طيابها. ومن بعد كي نشوف بلي البطاطا تاعي طابت وتجمرت ندير لها زيد لها شويه فرomاج غابي من الفوق ويكون البلا تاعي واجد، يعني بلا بزاف بنين وما يشدش اليد. في 5 دقائق في 5 دقائق يوجد، ويعني دراري كامل يحبوه.
كانت هذه الفيديو تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرى في روتينات اخرى وفي وصفات اخرى. اني موجدت لكم بزاف وصفات على بالي راح يعجبوكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتخلوا لي تعليقات حلوين كيما نتوما. وسلام.